سنة وانتم طيبين. احنا في 9، في 9 اللي هو سبتمبر يعني. وده معناه ان انا احس وان انتوا كمان تحسوا بنفس الاحساس اللي احنا كنا بنحس بيه، اللي هو ايه؟ الجو مش مفهوم، بس هو رخم. يعني هو بيبقى حر بس برخامة غير طبيعية، لان احنا كنا المفروض في الوقت ده من قبليه بشوية كنا بنصحى براحتنا. دلوقتي مضطرين نصحى الساعة 6:30 الصبح عشان نلبس بنطلون وعليه مريالة وننزل نروح المدرسة، نضيع نص اليوم ونرجع تاني عشان نضيع نص اليوم الباقي في ان احنا نعمل واجب خدناه في المدرسة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة موسم المدارس. وانا موسم المدارس بالنسبة لي ما بفهمش ليه كان بيتكتب الموسم الدراسي او العام الدراسي 1997 1998 او 2000 2001 2001 2002. ليه كان دايما بيبقى عام ويتحط سنتين جنب منه؟ عشان بمنتهى البساطة الدراسة بتبتدي في 9 اللي هو سبتمبر بلغتكم انتوا، بتخلص في 6 7 اللي هو يونيو ويوليو بلغتكم انتوا برضه. ما تسألنيش لغتكم انتوا مين، لأن احنا بنقول عليهم كده. احنا بنستسهل بدل ما بنقول اسم الشهر بنقول رقم. فيناير بالنسبة لنا شهر واحد، فبراير شهر 2، فامشوا بقى كده. وبعدين في جملة متعارف عليها جدا منه دي بتناسب أي شهر. احنا بنحب نريح دماغنا، ما بنحبش نقعد نضيع وقت في ان احنا نفكر نقول الكلمة صح، فبنتكلم. دي أهم حاجة ان احنا بنتكلم. المهم عشان ما نتكلمش بره الموضوع، تبدأ الدراسة عادة في شهر سبتمبر وتنتهي في منتصف شهر يوليو كحد أقصى، إذا وضعنا في اعتبارنا الناس اللي بتمتحن ثانوية عامة وهم كتير. الموضوع باختصار إن إحنا بنروح الصبح بنقف في طابور، مش عارف ليه اسمه طابور، بنعمل تحية العلم، بنسمع الإذاعة المدرسية اللي إحنا مش فاهمين منها حاجة، اللي غالبا اللي بيقدمها بيبقى عيل أهتم أو بنت هتمة عندهم مخارج الألفاظ زي الزفت، وبيسمعها ناس جنبينا في عمارات سكنية ملهمش أي ذنب إن هم سكنوا في الشقة ديت اللي جنبيها مدرسة. مفيش حد في الكون خالص هيبقى مبسوط لما يصحى الصبح على صوت قرع الطبول اللي يحسسك إن أنت داخل حرب والعيال طالعة الفصول بتاعتها. لأن إحنا كنا بنبقى مش مستوعبين الموضوع قوي، فمتحمسين قوي، فبنقوله بتحمس. وده على فكرة بيبان لأن إحنا في ابتدائي لما بنيجي نقول النشيد غير لما بنقوله في إعدادي، وغير لما بنقوله في ثانوي، وغير لما ما بنقولوش خالص في الجامعة، وغير طبعا لما بنقوله في ماتش كورة بنلعب فيه على نهائي أفريقيا. دي اللحظات الوطنية عندنا، الصبح في طابور المدرسة وبالليل على القهوة بنتفرج على أي ماتش. المهم موضوع الدراسة نفسه بقى ابتدى دلوقتي يتغير. يعني احنا كنا زمان بنقعد على تختة أو على دكة، اتطورت بقى اسمها ديسك. كنا بنكتب على السبورة، مع إني كنت بتنرفز جدا من المدرس اللي بيطلب مننا إن احنا نجيب له طباشير، واللي بيجيب الطباشير المبلول ويقعد يكتب بيه التاريخ الهجري والميلادي على السبورة من اليمين ومن الشمال عشان يريح نفسه بقية السنة وما يكتبش حاجة. وتزويق الفصل، تزويق الفصل ده كان عندي مشكلة معاه، ان احنا لازم نلم من بعض عشان نخلي الفصل بتاعنا جميل، عشان في الاخر نسيبه لناس تانية ده مش مناسب ذوقها تضطر تجيب على حسابها حاجات تانية وتعمل بيها الفصل. امال دور المدرسة فين؟ ما كانش حد بيجاوبني على الموضوع ده. بغض النظر طبعا عن ان حصة الالعاب ما كناش بناخدها العاب، وحصة الموسيقى ما كناش بناخدها موسيقى، وكنا غالبا بننام يا اما بنبدل دي بدي ونروح بدري. ده في ثانوي كمان، ده اذا كنا بنحضر في ثانوي، لان احنا مش عايزين نحضر. لان انا برضو في حياتي العمليه بجد ما استفدتش، ولا اعتقد ان في جزء كبير انا ما استفدتش، ولا بعادل وسعاد ولا عمر وامل ولا القطات الصغيره ولا خطوط الكونتور ولا دوائر الارتفاع واللي هيقول لي في حد تاني استفاد هقول له لو كان استفاد ما كانش يحتاج ان هو يدرس تاني عليهم وفي اكاديميات تانية عشان يعرف يبقى حاجه. محدش بيطلع من التعليم اللي احنا بناخده، احنا بناخد كوكتيل. بدليل ان انت كان زمان بيخش لك مدرس بيديك عربي وحساب وانجليزي، ده اذا كنا بناخد انجليزي في ابتدائي، دلوقتي بياخدوا انجليزي. كان بيديك عربي وحساب ودين واحيانا علوم،
ما عرفتش موضوع التخصص ده غير لما طلعت ثانوي، وكان برضو بتاع العربي بيديك دين، كانت نفس الموضوع. وكنت ساعات تلاقي بتاع الجبر بيديك احصاء، بتاع الاحصاء بيديك هندسه، يعني برضو كان بيبقى مدرس شامل، ما كانش حد عندنا متخصص في حاجه. فاللي هيطلع يقول لي ان احنا استفدنا بالتعليم وفي ناس استفادت باللي احنا خدناه يبقى بيكذب رسمي، بيكذب، كذاب، كذاب. محدش كلمني في الحوار ده. انا ما استفدتش بإن واخواتها خالص في حياتي، ما استفدتش، ما استفدتش. وما اعرفش يعني ايه يعني ايه ان واخواتها، يعني ايه ان واخواتها. يعني ايه ان انا اقعد ادرس قصيده بتتكلم عن الرثاء للخنساء، واحده اخوها كان بيحارب، اتقتل، مات، قعدت تنوح عليه، فكتبت ان واحده، فاحنا ابتدينا ندرسه ونقعد بقى نجاوب على ايه، اعرب ما تحته خط، واذكر من بين القوسين، وكل الكلام اللي احنا بنعمله واحنا مش فاهمين بنعمله ليه، بس عملناه. والله وعملوها الرجاله. وطلعنا، وبعد ما خلصنا خدنا كورسات زياده عشان نحاول نشتغل بحاجه احنا ما درسناهاش. تلات ارباع مصر عملت كده، محدش يقول لي ان هو عمل غير كده الا مؤخرا بقى، لان دلوقتي الموضوع اتطور من مدرسه حكومه بقى فيه كذا نوع، في مدرسه تجريبي وفي مدرسه خاصه وفي مدرسه انترناشونال، بدل السبوره بقى اسمها وايت بورد. الدنيا بتتطور، ورغم ذلك اعتقد ان العامل المشترك ما بين كل الطوائف ديت ان هم بيكتبوا غلط. عندنا مشاكل في الاملاء، احنا في ناس عندها 30 و40 سنه و50 سنه وبتغلط في الاملاء، بتكتب املاء غلط. وعندنا ناس دلوقتي اخترعت لغه تانية خالص. على فكره الفرانكو عرب ده هيبقى لغه، الفرانكو عرب ده في يوم من الايام هيتدرس في المدارس، هيتدرس في المدارس. انا بقولها هو مسؤول عنها. فرانكو عرب في يوم من الايام احنا مش هنحضره، بس هيتدرس في المدارس. وفي قواعد نحويه هتبقى بتتدرس في المدارس، زي ما احنا كده درسنا ان واخواتها، احفاد هيدرسوا استا واخواتها، شي وقا. ولما الراجل يبتدي يدي الامثله على الموضوع ده اللي هو المدرس يعني، ده لو كان ايا كان بقى بيديهم بقى ساعتها ازاي بقى، مفيش وايت بورد بيتواصل معاهم فكريا ايا كانت طريقه التخاطب، بس هيبقى في لغه اسمها است. انا استغطيت امبارح عشان كانت الدنيا برد والسما كان لونها بتشنجاني. دي هتبقى امثله زي ما احنا خدنا ان واخواتها، واقتنعنا ان هي حاجه مهمه قوي ولازم نخش نجاوب فيها. ولما خرجنا خالص بره التعليم بعد 14 سنه ولا 16 سنه على حسب اللي دبلر في الكليه طبعا، لان الموضوع بيتطور بعد كده في الكليه وبتدبلر او بقى مالتك، كلنا بندبلر. قليل قوي الناس اللي بتطلع صافي على طول، ان هي الناس اللي بتروح تحضر والكلام ده، فكل الناس بتدبلر يعني عشان تطلع في الاخر تشتغل كاستمر سيرفيس او مندوب مبيعات. باختصار الموضوع، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشنط الجديده والجزم الجديده والمرياله والمقلمه والمنقله والمثلث، الجلاد البيج، مش عارف اللون ده كنا بنجلد بيه كراريس ازاي، جلاد بيج. انا مش هتكلم. وما كانش عندي فكره المدرس بيختار الجلاد ده بناء عن ايه، يعني هو بيختار الجلاد ده عشان ده اللون اللي بيحبه فاحنا نجيبه. مبروك عليكم شنطه المدرسه اللي هي وزنها حوالي 6 كيلو. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السندوتشات، وتبدل بيض بحلاوه وتبدل جبنه بجبنه رومي. اه صحيح. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الفسحه والكانتين.